ماذا تفعل إذا خفت من الجن؟ فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يقال إذا خاف الإنسان من الجن. فقد ورد الرواة أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع عليه الجن من الأودية ومن كل مكان، وفيهم جني قد أمسك بشعلة يريدون أن يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد هذا الجني أن يحرق بها وجه النبي صلى الله عليه وسلم، حاشاه ذلك. وفي هذه اللحظة من الذي سيتدخل؟ جبريل عليه السلام من قبل الرحمن نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد قل. فقال له: ما أنا بقائل. فقال له: قل. قال له: يا محمد قل: أعوذ بكلمات الله التامات التي لم يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. فهذا الدعاء نزل به جبريل عليه السلام لكي يعلمنا كيف نقي أنفسنا من شر الجن. هذا الدعاء إذا قلته قبل أن تنام لا يضرك جن حتى تصبح، والله أعلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.